الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل. أعزائي أعضاء جروب وقناة أرانب جدو عصام، عزيزي مربي الأرانب المبتدئ، أتمنى لما يوصلك الفيديو ده إن أنت تكون في أتم صحة وأسعد حال، اللهم آمين يا رب العالمين. معاكم جدو عصام، مكاني عزبة النخل القاهرة، تليفوني 0100 1367277. اي حد عايز يتواصل معايا انا برد على كل التليفونات، حتى لو مش فاضي او مش موجود انا برجع اتصل باللي بيتصل بيا. النهارده هتكلم عن موضوع مهم جدا جدا جدا. ناس بتقول لي يا جدو انت بتقول انت عندك الفطام بتفطمه وزنه من 800 جرام ل 900 جرام ل 700 جرام والكلام ده. بيقولوا لي ازاي ده؟ احنا لما بنفطم الارانب بنأكلها 30 جرام. ردي على الكلام ده يا جماعة، هي بتتوقف على حاجتين اتنين. نوع العلف اللي حضرتك بتأكل منه دي نمرة واحد، السلالة اللي انت بتشتريها او اللي انت بتقتنيها من عند اي حد، وبعد كده طريقتك في تغذية الأرنب. هو دي الثلاث حاجات المهمة. طيب أنا النهاردة بأكل علف، قلت بأكل علف اسمه IG الصيني، موجود عندي في عزبة النخل في القاهرة والكلام ده كله. طيب تاني حاجة، السلالة اللي موجودة عندي الحمد لله زي ما حضراتكم شايفين كده اهي، سلالة أكتر من ممتازة الحمد لله. يبقى تالت حاجة الطريقة، طريقة تغذية الأرنب. طب أنا بأكل الأم دي اللي معاها عيال كام جرام علف؟ لأن في ناس بتقول ده تحسب لها مش عارف 200 جرام والكل عيل 10 جرام. الكلام ده كله أنا ما بطبقوش عندي يا جماعة. أنا اللي بطبقه عندي أنا بعرضه لك بكل أمانة. طبعا أنت شايف أهو، هوريك. بص الأرانب، بص أهي عمالة تاكل في العلف، ودي لسه ما تفهمتش الأرانب دي. قول بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بص كده، شايف بقى العلافة يا باشا مليانة. الأرانب دي مع أمهم بياكلوا في اليوم من كيلو إلا ربع الكيلو علف. طبعا أنت ممكن تقول لي ازاي ياكلوا كيلو علف أو كيلو إلا ربع علف؟ العلف مفتوح للأرانب اللي مع أهاليها زي ما حضرتك شايف كده، العلف مفتوح. الأرنب طول النهار زي ما انت شايفه كده عمال ياكل. هتقول لي طب ما هيحصل له اسهالات، انتفاخات، كوكسيديا، الكلام ده يا عم عصام. هقول لك لا، طالما الأرنب مع أمه ما تخافش عليه، هو بياكل طول النهار عمال ياكل وبعدين يروح يرضع. اللبن بتاع الأم ده فيه مضادات للانتفاخ والإسهالات والكوكسيديا والكلام ده. اللبن كله علاج للأرانب، وبالتالي لما بعمل علف مفتوح زي ما انت شايف كده للأرانب، الأرنب بياكل وبيكبر وبيرضع وبيبقى 100. بفطم على 35 يوم. الفطام عندي بتراوح من 700 ل 800 ل 900 جرام، وساعات بيوصل لكيلو. طب بيوصل من ايه؟ بص حضرتك اهو، دي ارانب لسه ما اتفطمتش. بص العلف انا حاطه قد ايه، علف مفتوح. اكل وما تخافش، طالما الارنب مع عمه، الارنب بيرضع، مفيش عندي اي مشكله. طب لما بفطم انا بدل الارنب من 500 من 50 جرام ل 70 جرام مره واحده. مفيش عندي حكايه ال 30 جرام والكلام الفارغ ده، لا. عشان كده بص كده الفطام، قول بسم الله ما شاء الله. الارنب يبقى طالع قوي، المعده بتاعته كملت، القناه الهضميه بتاعته كملت،
الارنب بياكل يبقى 100. عشان كده لما يطلع عندي سلالة ابقى فرحان ان انا عندي السلالة دي. بص كده هوريك السلالات اللي هي عمر 5 شهور نتي او ذكورة. بص كده الجمال، بص كل دي ارانب سلالة نوتي اهي، دي كلها عمر 5 شهور للبيع. بص الارنب ما شاء الله عليه، ده ما عشرش قبل كده. اللي بيجي يشتري انا بعشر الارنب قدامه وياخده، وهو ورزقه وهو نصيبه. كل دي يا جماعة ارانب عمر 5 شهور بكر. نتيجة لايه؟ دي الذكورة ده كله جاي نتيجة ان الارنب اتأسس صح وهو صغير وبقى طالع صحته كويسة زي ما انت شايف. عمر 5 شهور، اللهم صل على النبي. الارانب كلها معدية 3 كيلو. دي كلها ذكورة اهي برضو. السنة دي طلعت ذكورة كتير لان ناس كتير طلبت ذكورة. فهو ده الشغل يا جماعة، اكل الارنب كويس وهو صغير. طالما مع عمه اديله علف مفتوح هيكبر معاك، هتقدر تطلع منه سلالة محترمة. اتمنى ان انا كنت فدتكم في الفيديو ده، ولو عجبك يا ريت تشيره، يا ريت تعمل لايك عشان غيرك يستفيد. والى لقاء قادم في فيديو قادم. لكم حبي ودعواتي بدوام الصحة والستر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.